مش هتصدق امبارح وانا في البدروم لقيت ايه؟ لقيت حاجة حلوة جدا. بعد ما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى جابنا هنا وان وجودنا هنا دي نعمة كبيرة، ربنا بعديها فتح عليا فتح مبين. مش هتصدق لقيت ايه؟ حلقة جديدة من رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضاك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ المرة اللي فاتت عرفنا ان وجودنا هنا نعمة كبيرة جدا. النعمة دي تتلخص في ان ربنا جابنا هنا عشان نعيش على طول. حلو جدا. واتفقنا برضو ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نحكم عقلنا على شهواتنا عشان نبقى فوق والملائكة تخدمنا، والعكس صحيح. لو ربنا يعافينا في حد حكم شهواته فوق عقله يبقى تحت مرتبة البهايم. بس ربنا سبحانه وتعالى برضو عشان جميل قوي وكريم قوي. بص شوف، قول اللي انت عايزه. رزاق، وهاب، معطي، جميل سبحانه وتعالى. فاللي يجيبك هنا عشان تبقى مبسوط، هناك اكيد مش هيسيبك تتسوح، اكيد هيديك كل حاجة. ففي انا وانت نعمة جديدة عمرنا ما خدنا بالنا منها، او احنا ممكن نكون واخدين بالنا منها بس ما بنستخدمهاش صح. النعمة دي اسمها نعمة الامداد. ايوه نعمة الامداد. ربنا سبحانه وتعالى لما جابنا هنا ما جابناش كده وقال لك بقى انت شوف حياتك، عيش كل واشرب. لا، ولا طلع انت زرع، ولا طلع انت اعمل انت ميه. لا والله ابدا. هو الذي انشأ لكم، خلق لكم، ذرأ لكم، كله لكم كله لكم، كله ليا. واللي يفكر في الموضوع ده فعلا بجد يلاقي ايوه فعلا. هو مين فينا نزل معاه حته ارض؟ ولا مين فينا نزل معاه حته سما؟ ولا مين فينا يعرف يعمل كوره ميه بتشوف؟ ايه؟ ولا قرقوشه بتسمع طول النهار والليل؟ ولا قلبي بيدق طول النهار والليل ما انتش متحكم فيه؟ حبيبي انا وانت هنا جايين ببلاش. والله ارضه، سماه، هواه، اكله، شربه، وهو اللي بيشيلنا دخلنا الحمام. والله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشيلنا دخلنا الحمام يا جدع. ازاي؟ عشان ربنا يعافينا ويشفي كل مريض. في واحد زيه زيك عنده ايد ورجل لكن محتاج حد يشيله داخله الحمام، فربنا سبحانه وتعالى شال منه الحركه والدهاني. ليه؟ مش عشان حاجه غير عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا قدرتي اهي. سبحانه وتعالى هو اللي بيعرف يعمل كل حاجه. فاللي مش قادر يستوعب ان انا هنا جاي ببلاش يبقى مش فاهم حاجه خالص. ده حتى اسهل الحاجات اللي انا فاكر انا وانت بنعملها وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعملها. اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه. يقول في سورة الواقعة: افرايتم ما تمنون. اللي بيخرج منك انت ده عشان تعرف تجيب ولد وعيل صغير، شفته؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله. بلاش أبعد من كده شوية. أفرأيتم ما تحرثون. اللي أنت بتحرثه ده أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بص يا باشا، أنا وأنت دورنا نجيب البذرة اللي ربنا خلقها، اللي هي بتاعت ربنا، نحطها في الارض بتاعت ربنا، ونغطي عليها بالطينه بتاعت ربنا، ونحط عليها في الميه بتاعت ربنا، ونستنى في الوقت بتاع ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يطلعها لنا، عشان نجيب المحرات بتاع ربنا، الحديد بتاع ربنا، الايدي خشب بتاع ربنا، نقوم حارتينه وشايلينه وحاطينه على جنب، وكله بتاع ربنا، عشان في الاخر يجيب لك حبايه قمح ولا حبايه رز ماشيه في عربيه الحديد بتاعها بتاع ربنا والبنزين بتاعها بتاع ربنا، عشان تقف، عشان تخش جوه مضمع ده هو ربنا اللي خلقها، عشان في الاخر انت بتاع ربنا. فالفلوس والاكل والشرب والشمس والقمر كل ده بتاع ربنا. فكل واحد فينا يخلي باله من نقطة مهمة جدا جدا جدا. انا وانت جينا هنا ببلاش عشان نجيب حاجة واحدة بس، الدين. ربنا سبحانه وتعالى هيسألني كده: جبتك هنا وجبت لك كل حاجة ببلاش، أرض ببلاش، شرب ببلاش، شمس ببلاش، هواء ببلاش، أكل ببلاش، دخلتك الحمام ببلاش، إزاي ما رجعتش بالدين؟ الدين ده الحاجة الوحيدة اللي كنت المفروض تروح تجيبها وترجع، ما جبتهوش ليه؟ اوعى تكون من الناس اللي ربنا سبحانه قال عنهم كده في القرآن: ألهاكم التكاثر. فخلي بالي يا حبيبي إن أنا هنا ما تلهنيش الدنيا، ما يلهنيش الكتير والفلوس الكتير والاكل الكتير والشرب الكتير. ده جاي عشان حاجه واحده بس، عشان اشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى فيها. ايه هي بقى شكر نعمه الامداد؟ ان انا استخدم كل حاجه ربنا بعتها لي في طاعته سبحانه وتعالى، وان تعني عشان اروح اجيب دين، مش عشان تشغلني عن الدين ويلهيني التكاثر واكل واشرب وفاكر نفسي انا كده تمام. اوعى 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 نعمه الامداد اللي انا وانت غرقانين فيها تلهيك عن ربنا، تلهيك عن الدين، تلهيك عن الصلاة،
تلهيك عن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلهيك عن أي حاجة ترضي ربنا. أنا بحبك يا قمر. شارك الحلقة دي عشان الناس تعرف قد إيه إحنا غرقانين في النعم، وإن أنا محتاج أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وأرجع بالدين. بس هستناك في الحلقة الجاية. السلام عليكم يا قمر.